30,000 دينار السعة 30 جيجا بايت صلاحية 30 يوم. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت حدود الشهرية. اذا نجي نشوف هذا العرض يا شباب راح نشوف ان العرض ذاكر لك 30 جيجا بايت خلال شهر. طبعا انت راح تقدر من خلال هاي 30 جيجا بايت ان تشاهد فيديوهات على اليوتيوب، على نتفليكس، وايضا ستوريات سناب شات وقصص الانستغرام وتصفح على الفيسبوك قد ما يعجبك بدون ما تتقيد. ليش؟ لان 30 جيجا بايت كمية كبيرة مستحيل تخلص باقل من شهر اللي هي المدة المحددة لهذا العرض. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 30,000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ روح الى علامة الاتصال، نضغط نجمة 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 1 شاري، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 2 شاري 30 جيجا بايت، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح يتفاعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي شهر واحد. شلون عرفنا؟ ان هنا مكتوب 30 يوم. 15,000 دينار الساعة 10 جيجا بايت صلاحية 30 يوم. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت حدود الشهرية. اذا نجي نشوف هذا العرض يا شباب راح نشوف ان العرض ذاكر لك 10 جيجا بايت خلال الشهر. طبعا انت راح تقدر من خلال هاي 10 جيجا بايت ان تشاهد فيديوهات على اليوتيوب، على نتفليكس، وايضا ستوريات سناب شات وقصص الانستغرام والتصفح على الفيسبوك قد ما يعجبك بدون ما تتقيد. ليش؟ لان 10 جيجا بايت كمية كبيرة ومستحيل تخلص باقل من شهر اللي هي المدة المحددة لهذا العرض. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 15,000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ روح الى علامة الاتصال، نضغط نجمة 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، طلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 1 شاري، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 3 شاري 10 جيجا بايت، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح يتفاعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي شهر واحد. شلون عرفنا؟ ان هنا مكتوب 30 يوم. 20 جيجا بايت و15,000 دينار رصيد صالح لمدة 30 يوم ب 15,000 دينار. اذا نجي نشوف هذا العرض يا شباب راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت والمكالمات. اول شيء شلون عرفنا انه عرض خاص بالانترنت؟ لان هو هناك كاتب لنا 20 جيجا بايت. طبعا 20 جيجا بايت كمية نقدر نقول لا باس بها لمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والتيك توك، بس راح تكفيكم اكيد لمشاهدة الستوريات على سناب شات والانستغرام. والسبب لان الستوريات ما تاخذ هواي جيجات، فلذلك حتى لو تفرجت يوميا لمدة شهر قد ما تريدون من ستوريات على سناب وعلى الانستغرام فنضمن انكم راح تخلص ال 20 جيجا بايت. وايضا اذا نجي لهذا العرض راح نشوف انه خاص بالمكالمات. شلون عرفنا خاص بالمكالمات؟ لما مكتوب هنا 15,000 دينار رصيد، من شفنا كلمة رصيد معناته ان هذا العرض خاص بالمكالمات. وطبعا هنا ما مذكور بالعرض هل 15,000 دينار رصيد راح نستخدمها داخل الشبكة وخارج الشبكة، يعني من كورك الى كورك او من كورك الى اسيا ومن كورك الى زين. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 15,000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح الى علامة الاتصال، نضغط نجمة 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 1 شاري، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 4 العرض الذهبي، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال. بهاي الحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي شهر واحد. شلون عرفنا؟ ان هنا مكتوب 30 يوم. اسبوعي حدود 10,000 دينار الساعة 10 جيجا بايت صلاحية 14 يوم. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت حدود الاسبوعية. اذا نجي نشوف هذا العرض راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت. شلون عرفنا انه عرض خاص بالانترنت؟ لان هو هناك كاتب لنا 10 جيجا بايت. طبعا 10 جيجا بايت كمية كلش كافية لمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والتيك توك، وراح تكفيكم ايضا لمشاهدة الستوريات على سناب شات والانستغرام. والسبب ان الستوريات ما تاخذ هواي جيجات، فلذلك حتى لو تفرجت يوميا لمدة اسبوع قد ما تريدون من ستوريات على سناب وعلى انستغرام فنضمن لكم ما راح تخلص 10 جيجا بايت. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 10,000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ روح الى علامة الاتصال، نضغط نجمة 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 2 اسبوعي، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 1 اسبوعي 10 جيجا بايت، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح يتفاعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض اسبوعين. شلون عرفنا؟ لان هنا مكتوب 14 يوم. 7,000 دينار الساعة 5 جيجا بايت صلاحية 7 يوم. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت حدود الاسبوعية. اذا نجي نشوف هذا العرض راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت. شلون عرفنا انه عرض خاص بالانترنت؟ لان هو هناك كاتب لنا 5 جيجا بايت. طبعا 5 جيجا بايت كمية نقدر نقول لا باس بها لمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والتيك توك، بس راح تكفيكم اكيد لمشاهدة الستوريات على سناب شات والانستغرام. والسبب لان الستوريات ما تاخذ هواي جيجات، فلذلك حتى لو تفرجتوا يوميا لمدة اسبوع قد ما تريدون من ستوريات على سناب وعلى انستغرام فنضمن انكم ما راح تخلص ال 5 جيجا بايت. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 7,000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ روح الى علامة الاتصال، نضغط نجمة 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 2 اسبوعي، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 2 اسبوعي 5 جيجا بايت، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي اسبوع. شلون عرفنا؟ هنا مكتوب 7 يوم. 5,000 دينار الساعة 3 جيجا بايت صلاحية 7 يوم. طبعا يندرج
يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت حدود الاسبوعية. اذا نجي نشوف هذا العرض راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت. شلون عرفنا انه عرض خاص بالانترنت؟ لان هو هناك كاتب لنا 3 جيجا بايت. طبعا 3 جيجا بايت كمية نقدر نقول لا بأس بها لمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والتيك توك، بس راح تكفيكم اكيد لمشاهدة الستوريات على سناب شات والانستغرام، والسبب لان الستوريات ما تاخذ هواي جيجا، فلذلك حتى لو تفرجت يوميا لمدة اسبوع قد ما تريدون ستوريات على سناب وعلى انستغرام فنضمن لكم ما راح تخلص 3 جيجا بايت. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 5000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح الى علامة الاتصال، نضغط نجم 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، نختار رقم 2 اسبوعي، بعدين نضغط ارسال، نختار رقم 3 اسبوعي 3 جيجا بايت، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي اسبوع. شلون عرفنا ان هنا مكتوب 7 يوم؟ 5 جيجا بايت و4000 دينار رصيد صالح لمدة 7 يوم ب 5000 دينار. اذا نجي نشوف هذا العرض يا شباب راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت والمكالمات. اول شيء شلون عرفنا انه عرض خاص بالانترنت؟ لان هو هناك كاتب لنا 5 جيجا بايت. طبعا 5 جيجا بايت كمية نقدر نقول راح تكون لا باس بها لمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والتيك توك، بس راح تكفيكم اكيد لمشاهدة ستوريات على سناب شات والانستغرام، والسبب لان الستوريات ما تاخذ هواي جيجات، فلذلك حتى لو تفرجتوا يوميا لمدة اسبوع قد ما تريدون من ستوريات على سناب وعلى انستغرام فنضمن لكم ما راح تخلص ال 5 جيجا بايت. وايضا اذا نيجي لهذا العرض راح نشوف انه عرض خاص بالمكالمات. شلون عرفنا انه عرض خاص بالمكالمات؟ لما مكتوب هنا 4000 دينار رصيد، من شفنا كلمة رصيد معناته ان هذا العرض خاص بالمكالمات. طبعا هنا ما مذكور بالعرض هل هاي 4000 دينار رصيد راح نستخدمها داخل الشبكة او خارج الشبكة، يعني من كورك الى كورك او من كورك الى اسيا ومن كورك الى زين. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 5000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح لعلامة الاتصال، نضغط نجم 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، نختار رقم 2 اسبوعي، بعدين نضغط ارسال، نختار رقم 4 عرض الشباب، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال. بهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي اسبوع. شلون عرفنا ان هنا مكتوب 7 يوم؟ يومي حدود 5000 دينار، السعر 5 جيجا بايت، صلاحية 3 يوم. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت حدود اليومية. اذا نجي نشوف هذا العرض راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت. شلون عرفنا انه عرض خاص بالانترنت؟ لان هو هناك كاتب لنا 5 جيجا بايت. طبعا 5 جيجا بايت كمية كلش كافية لمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والتيك توك، وراح تكفيكم ايضا لمشاهدة الستوريات على سناب شات والانستغرام، والسبب لان الستوريات ما تاخذ هواي جيجات، فلذلك حتى لو تفرجتوا لمدة 3 ايام قد ما تريدون ستوريات على سناب وعلى انستغرام فنضمن لكم ما راح تخلص ل 5 جيجا بايت. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 5000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح لعلامة الاتصال، نضغط نجم 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، نختار رقم 3 يومي، بعدين نضغط ارسال، نختار رقم 1 يومي 5 جيجا بايت، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي 3 يوم. شلون عرفنا ان هنا مكتوب 3 يوم؟ 2000 دينار الساعة 600 ميجا بايت، صلاحية 1 يوم. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت حدود اليومية. اذا نيجي نشوف هذا العرض راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت. شلون عرفنا انه عرض خاص بالانترنت؟ لانه هو هناك كاتب لنا 600 ميجا بايت. طبعا 600 ميجا بايت كمية اكيد ما راح تكفيكم لمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والتيك توك، وايضا لمشاهدة ستوريات على سناب شات والانستغرام، لكن فقط راح تكفيكم للتشات سواء بالماسنجر او السناب او الانستغرام او التليجرام. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 2000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح الى علامة الاتصال، نضغط نجم 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 3 يومي، بعدين نضغط ارسال، وهنا نختار رقم 2 يومي 600 ميجا بايت، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال. بهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي يوم واحد. شلون عرفنا ان هنا مكتوب 1 يوم؟ 1250 دينار الساعة 300 ميجا بايت، صلاحية 1 يوم. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت حدود اليومية. اذا نجي نشوف هذا العرض راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت. شلون عرفنا انه عرض خاص بالانترنت؟ لان هو هناك كاتب لنا 300 ميجا بايت. طبعا 300 ميجا بايت كمية اكيد ما راح تكفيكم لمشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب والتيك توك، وايضا لمشاهدة الستوريات على سناب شات والانستغرام، لكن فقط راح تكفيكم للتشات سواء بالماسنجر او سناب او انستغرام او تليجرام. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 1250 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح لعلامة الاتصال، نضغط نجم 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 3 يومي، بعدين نضغط ارسال، وهنا نختار رقم 3 يومي 300 ميجا بايت، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال. وبهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي يوم واحد. شلون عرفنا ان هنا مكتوب 1 يوم؟
شهري حدود سوبر بلا حدود شهري شهر واحد 40,000 دينار فقط تفعيل. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت بلا حدود الشهرية وتسمى هذه الباقة سوبر بلا حدود. اذا نجي نشوف هذا العرض يا شباب راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت، وايضا ما مذكور بالعرض اي عدد جيجات او ميجات محددة، فاكيد هو عرض بلا حدود. طبعا راح تقدر من خلال هذا العرض ان تشاهد فيديوهات على اليوتيوب وعلى نتفليكس وايضا ستوريات السناب شات وقصص الانستغرام والتصفح على الفيسبوك جيد ما يعجبك بدون ما تتقيد. ليش؟ لان مثل ما قلنا هذا العرض هو السوبر بلا حدود. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 40,000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح الى علامة الاتصال، نضغط نجمة 250 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 1 باقات الانترنت، بعدين نضغط ارسال، نختار رقم 1 شهري، بعدين نضغط ارسال، نختار رقم 1 سوبر بلا حدود، بعدين نضغط ارسال، وبالاخير نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال. بهالحالة راح يتفاعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي شهر واحد. شلون عرفنا؟ لان هنا مكتوب شهر واحد. انترنت بلا حدود شهري ب 35,000 دينار. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت بلا حدود الشهرية. اذا نجي نشوف هذا العرض يا شباب راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت وايضا هو بلا حدود. شلون عرفنا بلا حدود؟ ان هنا بالعرض ما مذكور جيجات محددة ولا شيء من القبيل، واذا من ذكر بالعرض اي عدد جيجات او ميجات محددة فاكيد هو عرض بلا حدود. طبعا راح تقدر من خلال هذا العرض ان تشاهد فيديوهات على اليوتيوب وعلى نتفليكس وايضا ستوريات سناب شات وقصص الانستغرام والتصفح على الفيسبوك قد ما يعجبك بدون ما تتقيد. ليش؟ لان مثل ما قلنا هذا العرض هو بلا حدود. بس اكو ملاحظة مهمة هنا بالعرض، يقول لك بعد 30 جيجا بايت سيتم تنفيذ سياسة الاستخدام العادل وستنتقل السرعة من 2 ميجا بايت الى 256 كيلو بايت. شنو معناته الكلام؟ معناته انه انت اول ما تشترك بهذا العرض ويبدي يشتغل يمك الانترنت راح تكون سرعة الانترنت 2 ميجا بايت، بس مجرد ما استخدمت 30 جيجا بايت يعني خلصت ال 30 جيجا بايت اوتوماتيكيا السرعة راح تتحول من 2 ميجا بايت الى 256 كيلو بايت، وهذا يسموه سياسة الاستخدام العادل. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 35,000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح الى علامة الاتصال، نضغط نجمة 251 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 2 انترنت بلا حدود، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 3 شهري، بعدين نضغط ارسال، وهنا نختار رقم 1 مزيد، بعدين نضغط ارسال، هنا نضغط علامة النجمة التالي، بعدين نضغط ارسال، وهنا نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي شهر واحد. شلون عرفنا؟ ان هنا مكتوب شهري. انترنت بلا حدود اسبوعي ب 9,000 دينار. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت بلا حدود الاسبوعية. اذا نجي نشوف هذا العرض يا شباب راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت وايضا هو بلا حدود. شلون عرفنا بلا حدود؟ لان هنا بالعرض ما مذكور جيجات محددة او اي شيء من هالقبيل، واذا من ذكر بالعرض اي عدد جيجات او ميجات محددة فاكيد هو عرض بلا حدود. طبعا راح تقدر من خلال هذا العرض ان تشاهد فيديوهات على اليوتيوب وعلى نتفليكس وايضا ستوريات سناب شات وقصص الانستغرام والتصفح على الفيسبوك قد ما يعجبك بدون ما تتقيد. ليش؟ لان مثل ما قلنا هذا العرض هو بلا حدود. بس اكو ملاحظة مهمة هنا بالعرض، يقول لك بعد 7 جيجا بايت سيتم تنفيذ سياسة الاستخدام العادل وستنتقل السرعة من 2 ميجا بايت الى 256 كيلو بايت. شنو معناته الكلام؟ معناته انه انت اول ما تشترك بهذا العرض بيشتغل يمك الانترنت راح تكون سرعة الانترنت 2 ميجا بايت، بس مجرد ما استخدمت 7 جيجا بايت يعني خلصت ال 7 جيجا بايت اوتوماتيكيا السرعة راح تتحول من 2 ميجا بايت اللي كانت سرعة الانترنت اول ما بلشت تستخدم هذا العرض وراح تتحول الى 256 كيلو بايت، وهذا يسموه سياسة الاستخدام العادل. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 9,000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح لعلامة الاتصال، نضغط نجمة 251 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 2 انترنت بلا حدود، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 2 اسبوعي، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 1 مزيد، بعدين نضغط ارسال، هنا نضغط علامة النجمة التالي، بعدين نضغط ارسال، وهنا نختار رقم 1 نعم، بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي اسبوع. شلون عرفنا ان هنا مكتوب اسبوعي؟ انترنت بلا حدود يومي ب 2000 دينار. طبعا يندرج هذا العرض ضمن باقات انترنت بلا حدود اليومية. اذا نجي نشوف هذا العرض يا شباب راح نشوف انه عرض خاص بالانترنت وايضا هو انترنت بلا حدود. شلون عرفنا انه انترنت بلا حدود؟ لان هنا بالعرض ما مذكور جيجات محددة ولا شيء من القبيل، واذا من ذكر بالعرض اي عدد جيجات او ميجات محددة فاكيد هو عرض بلا حدود. طبعا راح تقدر من خلال هذا العرض انشاد فيديوهات على اليوتيوب على نتفليكس وايضا ستوريات سناب شات وقصص الانستغرام والتصفح على الفيسبوك قد ما يعجبك بدون ما تتقيد. ليش؟ لان مثل ما قلنا هذا العرض هو بلا حدود. بس اكو ملاحظة مهمة هنا بالعرض، يقول لك بعد 600 ميجا بايت سيتم تنفيذ سياسة الاستخدام العادل وستنتقل السرعة من 2 ميجا بايت الى 256 كيلو بايت. شنو معناته الكلام؟ معناته انه انت اول ما تشترك بهذا العرض ويبدا يشتغل يمك الانترنت راح تكون سرعة الانترنت 2 ميجا بايت، ومجرد ما استخدمت 600 ميجا بايت يعني خلصت ال 600 ميجا بايت اوتوماتيكيا السرعة راح تتحول من 2 ميجا بايت اللي كانت سرعة الانترنت اول ما بلشت تستخدم هذا العرض وراح تتحول الى 256 كيلو بايت، وهذا يسمى سياسة الاستخدام العادل. طبعا سعر هذا العرض راح يكون 2000 دينار. شلون نقدر نشترك بهذا العرض؟ نروح الى علامة الاتصال، نضغط نجمة 251 شباك، بعدين نضغط اتصال، تطلع لنا القائمة، نختار رقم 2 انترنت بلا حدود، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 1 يومي، بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 1 مزيد، بعدين نضغط ارسال، هنا نضغط علامة النجمة التالية
هذه بعدين نضغط ارسال، هنا نختار رقم 1 نعم بعدين نضغط ارسال، وبهالحالة راح تفعل عندنا هذا العرض. طبعا صلاحية هذا العرض هي يوم واحد. شلون عرفنا ان هنا مكتوب يومي؟